شو بتحبوا أكتر الكوكيز ولا المافن؟ طب شو رأيكم إذا جمعت لكم التنتين وعملناها سوا بوصفة واحدة؟ الوصفة هي رائعة من الشكل للطعم لطريقة التقديم لأصحاب المشاريع، ضيفوها عندكم. عن جد الوصفة رهيبة جدا. المقادير مكتوبة كلها على الشاشة وراح نبدأ بعمل الكوكيز. بخلط المواد الجافة الطحين البيكنج باودر البيكنج صودا والملح وبتركهم على جنب. عندي زبدة طرية بحرارة الغرفة بقلبها مع السكر البني لحتى أحصل على خليط كريمي. ممكن تستخدموا الخلاط، أنا قلبتهم بالسباتولا بإيدي. بعدين بضيف البيضة والفانيلا وبقلبهم هيك لحتى تختفي عندي البيضة، وخلط المواد الجافة اللي عملته بضيفه كله. المقادير كلها مكتوبة عندكم والمقادير بالأكواب والملعق المعيارية، وبقلب الخليط كتير منيح لحتى خليط الطحين يختفي وأحصل عندي على عجينة طرية هيك ولينة. هاي عجينة الكوكيز. آخر خطوة بضيف عندي الشوكولاتة، أنا حطيت نوعين دارك وبالحليب أو على حسب رغبتكم. وهيك الخليط جاهز، بغطيه وبحطه بالثلاجة لحتى أخلص خليط المافن. المافن جدا سهل، البيض والفانيلا والسكر بخفقهم مع بعض لحتى أحصل هيك على خليط لونه فاتح ونافش. عندي بضيف عندي الزيت النباتي وبخلط شوي. بعدين بضيف عندي الحليب السائل واللبن اللي هو الزبادي وبخلطهم كمان شوي. هلا بالنسبة للمواد الجافة عندي الطحين الكاكاو البيكنج باودر بخلطهم كلهم سوا هيك مع بعضهم وبنخلهم. ضروري أنخلهم لأنه عندي كاكاو أحيانا بيعمل كتل، شايفين مثل هيك نخلتهم. وهلأ بقلبهم كلياتهم مع بعض وهيك صار عندي الخليط جاهز. الخليط بكون تقيل شوي، أتقل من خليط الكيك العادي بشوي بسيطة. بحط آخر خطوة اللي هي قطع الشوكولاتة وهيك بقلب وصار عندي خليط المافن جاهز. هلأ بالصينية بوزع عندي ورق المافن. ورق المافن بيكون أكبر من ورق الكب كيك، وبوزع عندي الخليط تقريبا كل واحدة حطت فيها سكوب ونص. هلأ بيعملوا لي من 8 ل9 حبات هاي الكمية. بعد ما وزعت خليط المافن بحط عندي هلأ خليط الكوكيز. شايفين عجينة طرية بس ما بتلزق. بعمل هيك على باخد قطع بفردها هيك شوي وبحطها. وزعتها كمية الكوكيز كاملة وزعتها فوق الخليط. وهلأ عندي أنا حميت الفرن درجة حرارة 180. رح أدخلهم، رح ياخدوا عندي من 22 ل 25 دقيقة بالضبط. الفرن كنت مشغلته من الأسفل مع مروحة، وآخر دقيقة أو دقيقتين ممكن تشغلوا التحمير إذا ما حسيتوا أخذ لون من الأعلى. وهون بعد ما طلعتهم خليتهم يبردوا شوي على شبكة تبريد. طعمتهم كتير بتشهي. خليط المافن كتير غني ولذيذ، وفوقيه خليط الكوكيز هيك كريسبي وهش بنفس الوقت. عن جد جربوها، متأكدة رح تعجبكم ورح تحبوها. وصحتين ألف عافية.